هل فعلا الذكاء الاصطناعي خلاص هيقفل علينا سوق البرمجة؟ يعني ايه هتعلم كود واي زي تشات جي بي تي بيكتب لك كود كله؟ بس استنى، في الحقيقة اللي فاهم بس هو اللي هيعرف يستفيد من الذكاء الاصطناعي بدل ما يخاف منه. في الفيديو ده هقول لك بكل بساطة هل الذكاء الاصطناعي ممكن ياخد مكانك كمبرمج؟ وازاي تتعلم تشتغل معاه وتخليه يساعدك مش يستبدلك. الذكاء الاصطناعي مش ساحر، هو ببساطة أداة قوية بتحلل بيانات كتير جدا وبتحاول تتوقع أفضل رد أو كود ممكن. يعني لما تكتب له اكتب لي دالة تطبع جدول الضرب هيكتبها لك فعلا بس هو مش فاهم ليه كتب الكود ده. هو اتعلم من ملايين الأكواد اللي موجودة على الإنترنت. أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي للمبرمجين دلوقتي جيت هاب كوبايلوت بيقترح كود أثناء ما بتكتب، تشات جي بي تي بيجاوب على أسئلة برمجية وبيكتب كود كامل، رابلت كوست رايتر مساعد ذكي داخل بيئة كتابة الكود، فيو مولد فيديوهات تلقائي بذكاء برمجي. لكن هل ده معناه إن خلاص مالكش لازمة؟ طبعا لا، في حاجات الذكاء الاصطناعي مش هيعرف يعملها لوحده أبدا، مش هيعرف يفهم السياق الكامل للمشروع بتاعك، مش بيقدر يفكر في يو اكس يو اي تجربة المستخدم زيك، مش هيعرف يتعامل مع خطأ حصل في كود معقد وسط سيستم كامل، مش بيقدر يحس باحتياجات العميل الحقيقي أو الفريق، مش بيتعلم من أخطائه زيك. مثال بسيط، لو قلت لتشات جي بي تي يكتب موقع تسجيل دخول هيعمل صفحة حلوة بس مش هيأمنها، صح؟ مش هيهتم بتجربة المستخدم وممكن ينسى يربطها بقاعدة البيانات. يبقى المطلوب منك دلوقتي تكون المايسترو مش الآلة. السر هو اتعلم ازاي تستخدمه كأداة مش كبديل ليك. تعال نشوف مع بعض 3 مواقف عملية ازاي تستخدم شات جي بي تي او اي اي لمصلحتك. الموقف الأول، مش عارف تبدأ تكتب كود. مثال، عايز تعمل كود لآلة حاسبة بسيطة بلغة بايثون، تكتب write simple calculator in Python with basic operations. هيديك الكود كامل، دورك فهمه تعدله وتزود عليه فيتشر. الموقف التاني، عايز تفهم كود مش واضح، عندك كود من ستاك اوفر فلو ومش فاهم بيعمل ايه، انسخه وقول لتشات جي بي تي explain this code in Arabic in a beginner friendly way، هيشرح لك خطوة بخطوة. الموقف الثالث، تحسين الكود بتاعك، كتبت كود بس حاسس انه طويل او مش منظم، اطلب منه rewrite this code in a cleaner and more efficient way. لكن خد بالك، ما تاخدش كود من الذكاء الاصطناعي وتستخدمه زي ما هو، دايما افهم الكود بنفسك لان الذكاء الاصطناعي ممكن يغلط. لو لسه بتبدأ، دي المهارات اللي لازم تركز عليها. 1. فهم أساسيات البرمجة كويس جدا، بايثون مثلا بداية مثالية. 2. تتعلم بيه المنطق البرمجة the problem solving. 3. تمارس كتابة الأكواد بنفسك، ما تعتمدش على النسخ. 4. تبدأ تتعلم إزاي تسأل الذكاء الاصطناعي، بدل ما تكتب اعمل لي كود متجر إلكتروني، اكتب build a Python plus e-commerce app with login, cart and product listing, use SQLite and Bootstrap for styling. كل ما كانت سؤالك أوضح كل ما الإجابة كانت مفيدة أكتر. الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد مكانك، هو جاي يساعدك، بس لازم تتعلم تستخدمه صح وتفهم الكود اللي بيكتبه. لو فهمت النقطة دي انت كده بتأمن مستقبلك كمبرمج. لو عايز أعمل سلسلة كاملة ندمج فيها البرمجة بس الذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة، اكتب لي في التعليقات عايز أتعلم AI كودينج، وعامل لايك للفيديو واشترك علشان تشوف الحلقات الجاية.